زكية راحت فين؟ أكيد في المطبخ يا نور العين. وبتعملي ايه يا تيتا؟ بعمل كفتة وكمان كيكة. أنا في المطبخ أحب أطبخ، ما الوصفات عندي بترخ. سجلي عندك يا حياتي معلوماتي وتركاتي. تيتا زكية في المطبخ برعاية أولاد رجب، الموسم الثاني من موسوعة تيتا زكية. تيتا زكية في المطبخ. صباحكوا عسل يا ناس يا عسل. النهاردة هنتكلم عن العسل الأبيض، علشان هو ساعات بيكلكع ولونه بيبيض وكده. طب نعمل ايه؟ نتصرف فيه ازاي؟ نرميه؟ لا 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 طبعا لا. أولا أحب أعرفكم إن العسل ملوش مدة صلاحية، يعني مهما مر عليه الوقت ما بيبقاش expired. ودلوقتي تركة التعامل مع العسل اللي اتغير لونه واتكلكع قوامه، فقط حطيه في الميكروويف لمدة دقيقة وهيرجع سائل وجميل. بس خدي بالك العسل عشان يفضل محتفظ بقيمته الغذائية ما تستعمليش فيه أي معدن، يعني معلقة خشب أو بلاستيك وبس. ودلوقتي يلا بقى هوبا فزورة. سؤال النهاردة: ما هو علم الجيولوجيا؟ علم الأرض ولا علم البحر ولا علمي علمك؟ يلا جاوبوا على السؤال. هتقولوا لي ليه؟ هقول لكم عشان تكسبوا من أولاد رجب كل يوم قسائم شرائية ب 500 جنيه. تيتا زكية راحت فين؟ وبتعملي ايه يا تيتا؟